حقنة التفجير اسم يخوف. الحالات كلها لما بنقول لها هتاخدي النهارده حقنة التفجير بتبدأ تتخض. الموضوع بسيط جدا، هو ده الاسم الدارج ليها، انما الاسم العلمي ليها هي الحقنة المسؤولة عن النضج النهائي للبويضات. ايه فايدة الحقنة دي بقى؟ احنا طبعا في عملية الحقن المجهري بنبدأ بروتوكول التنشيط بمجموعة من الأدوية، وبنفضل ماشيين لحد ما نوصل لحجم معين للبويضات. عند الحجم ده المفروض ان احنا نبدأ الانقسامات داخل النواة علشان نقدر ان احنا نسحب البويضات دي في وقت معين. عشان كده بندي حقنة التفجير عشان تبدأ الانقسام الميوزي للبويضات ما قبل خروجها من الجسم، وبالتالي لما بتخرج البويضات وبدخل اعمل شفط لهذه البويضات وسحب لهذه البويضات بتكون في طور يسمح ان احنا نعمل الحقن والاخصاب بعد كده. حقنة التفجير مختلفة تماما، بتختلف على اساس البروتوكول اللي انا شغال بيه، وليها اسامي تجارية كتيرة جدا، وهي حقنة مهمة جدا لازم تتاخد في وقت يحدده الطبيب بالظبط، وبنسحب بعديه بوقت محدد، ويختلف الوقت ده من بروتوكول لآخر ومن طبيب برضه لآخر ومن مركز لآخر. الفكرة كلها ان الوقت المناسب هو الدكتور فقط هو اللي يقدر يحدده، لان في حالات مناسب ليها تسحب مثلا على 34 ساعة، في حالات تانية بنحب نأخرها ل 37 ساعة، الاوبتيمم بتاعنا 36 ساعة، ولكن ده مش في كل الحالات. حقنة التفجير هي واحدة من أهم الحقن اللي حضرتك بتاخديها مننا أثناء دورة العلاج علشان نحدد بعدها سحب البويضات.